نعناع الجنينة المسك في حيطانه، شجر المسترح ضلل على عيدنا. ايه عايزين ايه؟ انا لسه هقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. الكلام ده احنا بعد العصر، بس يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم في اي وقت يعني. اذ فجأة الاقي دول واقفين فوق راسي. انا استنى دلوقتي ايه، بصوا دلوقتي بخرج كل الحاجات من الفريزر. لقيت عندي حاجات كتير اوي في الفريزر ليها لازمه وملهاش، وحاجات يعني، وعلب فاضيه تقريبا فيها معلقه كده، وسكر مفتوح، ولسه في سكر تاني، بريد كيس ده مش عارف فيه ايه، وده معرفش فيه ايه، مع انه قلت لهم بلاش نحط اكياس في الفريزر او في التلاجة، يعني نطلعهم من الاكياس. ولقيت عندي بقى دي حاجه حلوه هاكلها، دي حاجه هاكلها، اي حاجه الاقيها هاكلها. ولقيت عندي دول برضك حاجات حلوة كتير ماشي. ولقيت عندي دول دول دي تونة بتاعت القطقطات. هما شافوها طبعا، هما عارفين شكلها صح يا بنتي تحتي، مش انت عارفة شكلها انت ولاد شحبر السوسة. و البت اسمها ايه دي، بلوشي، عارفينها. فمنتظرين طبعا ان انا دلوقتي اعمل لهم الغدا. فانا هروح بقى انقع لهم العيش بتاع، عشان انا بعملها لهم مع العيش مبلول كده، بفتفتها مع بعضها. وبعد كده على بال بقى، مش عارفه الواد اللي بيصرخ جوه ده قليل الادب. وبعد كده على بال بقى ما امسح الفريزر كده، صب الفريزر كده وامسحه كويس. وبعد كده اروح بس ارزعه بالقلم واجي. الحمد لله لطشته القلم بنجح ماشي، ما علينا. هروح بقى انقع لهم العيش لحد ما يدوب شويه كده، اكون انا ايه، انت انتبه الحديث بتاعي صح، انت تحتي القمره ماشي. مسحلول واقفه ورايا اوكي. واشيل الاكياس اللي هما رموها لي دي، ولسه هطلع اكياس. بس كل ده يتفضى حط في التلاجة، مفيش فايده والله العظيم. وهنا برضو اكياس يعني الله معي في ترويق الثلاجة اليوم. مش عايزه اوريكم شكلها بس عشان يعني هتلغوا الاشتراك. لو وريكم شكل التلاجة هتلغوا الاشتراك والكومنتات ماشي. يلا قولي الله يعينك يا ربة، ربنا معاكي يا ربة. دعوة حلوة من القلب كده يا حبايبي لاختكم ربة. واعملوا لايك واشتراك كده وكومنت جميل وشجعوني على اللي انا هعمله ماشي. البت اللي نايمة تحت شي خلاص اوكي. يلا اسيبكم على خير كده واروح اعمل التلاجة، واللي ما عملتش التلاجة تقوم تعمل التلاجة. مش شاطرين بس تتكلموا. سلام عليكم.